هون يا ابو صقر. انا فهمي المختار، خادم من كبير ولا صغير هون. جيب اصوات قد حمدي العطار هذا الضلالي. هذا دافع مصاري كتير وشاري اصوات، مثل ما بيقول المثل طعم التم تستحي العين. وشو بدنا نعمل هلا؟ اثنين متعادلين بالاصوات، شو رايك؟ مشان نحسم النتيجة بدنا حدا لسه ما انتخب بالحارة وما أدلى بصوته. مين لسه ما انتخب؟ مين يا شباب؟ اللي ما انتخب ما بيسامحه. اللي ما يجيب ولا ينتخب. شباب واقف هلا واقف تذكرت أول عناتر لسه ما انتخب. لك ابو العناتر يا سيدي مزبوط انا هلا لسه ما انتخبت. شو اسمك يا أبو العناتر؟ صبري الصالحاني سيدي. معك شي يثبت شخصيتك؟ ما بدنا شي سيدي، اسمنا محفور بقلوب قبضايات حاره كلياتها. ايوه ابو فهمي مور تشهد انه هذا الرجل هو صبري الصالحاني؟ لك يا سيدي بشهد، كل الحاره بتشهد ومعروف. انا بشهد كمان. ايه مين المختار اللي بدك اياه يا صبري الصالحاني؟ انا بدي المختار يكون عمي يا فهمي المختار. يدخ بدنك يا ابو العناتر. معناتها انحسبت النتيجة، ضليت يا ابو فهمي مختار حارة الورد. الله اكبر الله اكبر، انتصر الحق وانهزم الباطل، انهزم الباطل. هلا انا باطل يا ابو فهمي. بداك بكل الهي. هلا هيك اتفقنا. شي لك انت ما قبضتني عمله لحتى اجيب لك عالم ينتخبوك. ايوه مو كل من جبت لهون عبطوا عمله انتخبك. مزبوط. انا زلمه اخي شوري من علي، بدي يكون مختارنا عمي عم فهمي. شي بسألك سؤال يا ابو العناتر. هلا اذا انا رقعتك فوكس عسلاك وهريت لك ياهو بدك ترد شيء؟ جرب. إيه على الاغلب ايه ما بحسن. معناتها يبعث لي قتلي. لا ولا تغني وياها الطير، ولا تغني وياها الطير، ولا تغني وياها الطير، ولا تغني وياها الطير. طلع علينا وجوها خير، طلع علينا وجوها خير، طلع علينا وجوها خير، طلع علينا وجوها خير. فهمي يا وجه الخير، فهمي يا وجه الخير، فهمي يا نيالو، فهمي يا نيالو، فهمي يا نيالو، فهمي يا نيالو. فرح الارض بحلانه، فرح الارض بحلانه. هون هدى الطير وطار، هون هدى الطير وطار. اليوم الفرحه للمختار، اليوم الفرحه للمختار. ابو فهمي يا مختار، ابو فهمي يا مختار. مطويه 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 مطويه. اهل الشام يا زقرتيه، اهل الشام يا زقرتيه. ابصاخر يا ابن الشام، ابصاخر يا ابن الشام، ابصاخر يا ابن الشام، ابصاخر يا ابن الشام. احلى معلم للحمام، احلى معلم للحمام. امام الشام ويا سلام، امام الشام ويا سلام، امام الشام ويا سلام، امام الشام ويا سلام، ويا سلام ويا سلام، يا سلام ويا سلام. المختار الفهمي، المختار الفهمي، الفهمي المختار. بلل يا عيني بلل. المبروك الفهمي، المبروك الفهمي، الفهمي آل الفهمي. بلل يا عيني بلل. بتهني يا حارة، بتهني يا حارة، يا حارة تغني. بلل يا عيني بلل، بلل يا عيني بلل، بلل يا عيني بلل. قلتيها؟ ليش هيك عامل بحالك؟ مشان احكي معك جوز كلام، من عدم ما حدا يجعزنا، ومشان ما حدا يضايقك انك واقفه عم تحكي مع رجال. يا سلام، انا قلت لك ما بدي احكي معك، عم تفهم ولا لا؟ ليك يا بتحل عني يا بخبر معلمك ابو صخر عن تصرفاتك. ايوه ولك خبري عني اللي بدك يا ابو صخر، ابو فهمي، المختار، الحكومه، النظاره، الداخليه، ما فارق معي حدا انا نهائيا. ولي على قامتي، ولي على قامتي على هالجمال وعلى هالعيون وعلى هالرموش. ولك رموش الغزاله رموشك، ابتهاله انا خرطوشك. وليكي انا كرمالك مستعد اعلق مشنقتي هو
هون قدام باب الحمام. ان شاء الله بتتعلق بنص المرجة، ايه يقطع عمرك ما اغلظك. ولك تقفشي عظامي شو مسخنة. ليكي ما أحلاكي وقت بفور دمك. حلوة كيف ما كنتي حلوة، سبحان الله. مثل ما بيقولوا حلوة حلوة ولو فايقة بالنوم، والبشعة بشعة إلى آخره. انت ليش دابقني في الدبقة؟ والله ما بعرف. قول واعترف أحسن ما بلبس لك عيونك. غرضي شريف، مشان هيك وحياة الخالقك ماني مفارقك. انت بس أعطيني كلمة حلوة، ابتسامة مسايرة، ولك بس سمعيني كلمتين تنتين بس. تنعطى لطشة. يا ربي يا ربي، ليش كل البنات من النوع النغش إلا حبيبتي من النوع الحمش؟ تفضلي يا عيوني. ريت وألف صحة يا حق. تفضلي. عاوزين شي؟ سلام. الله يسلمك. اهلا بيك يا ست فهميه من منفعه الملقات، والله نور الحمام. اهلا وسهلا. اهل تقبريني. اخرى قربانك. صباح النور. صباح الخير معلمتي. اهلين ابتهال، شو بكي متاخره على غير عادتك؟ شمستك عاليه يا بعدي. لا تواخذيني معلمتي، بس ما اجاني نوم ولا طلع الضوء. كنك عم تفكري بشي مهم يا درسانه؟ لا مهم ولا شي، ما عم فكر بشي. عادي بنتي، عادي عاوزتك بموضوع عادي. خير معلمتي شو في؟ قولي لي لشوف، انت مو ناويه تنستري وتتستتي مثل كل هالبنات؟ يوه يا حسرتي، ليش اجا نصيبي وقلت لا؟ ايه اجا ستي، واجا كرفتي على ايديه ورجليه وحياة عينك. عن حق معلمتي؟ في شاب حكى معي من شانك. شاب حكى معك من شاني؟ منو هالشاب؟ هذا يا ستي من لأنتي اسمه خرطوش، شغيل جديد عند عمك أبو صخر. شفته بالصدفة عند حمدي العطار، سلم علي وحكى معي خص نص من شانك، وأنا وعدته فاتحك بالموضوع. بقى شو قلتي؟ عرفته للشاب معلمتي، عرفته. هذا الشاب لمحته عند حمدي العطار وما قام عيونه من علي، وحاول يحكي معي بس أنا ما عطيته وش. معناتها شايفتي وبتعرفي. بقى شو قلتي؟ معلمتي أنا من إيدك هاي لإيدك هاي، يعني أنت فصلي وأنا بلبس. والله أنا شايفة إنه هالشاب آدمي وابن حلال، وبعدين دغري فات من الباب مو من الطاقة وحكى معي من شانك. وبعدين أنت بتعرفي أبو صخر ما بيشغل مين من كان عنده بالحمام، يعني بده يتطقص عنه ويدقدس حوله حواليه عن أصله وفصله. خلص معلمتي مثل ما بدك، يعني إذا الشاب بده يعني يحكي مع معلمي أبو صخر. ابتهال وينك؟ يلا أمام هالجواني، الزباين بدهم ياكي ضاجوا. يلا. ايه والله تعودت عليهم. يلا بنتي، عن إذنك معلمتي. يلا على شغلك. ايه ام نعيم طمنيني، كيف الشغل جوا؟ في شي مشاكل؟ كله تمام معلمتي، بس المي باردة شوي، وناديت لها كذا مرة لأم عارف منطقة الجواني ما ردت علي. لكن اخطفي حالك وبوشك على بيت ام عارف، تقصينا شو القصة قبل ما يدوجوا الزبونات علينا. حاضر معلمتي. أهلين أم فهمي. أهلين أم نعيم، مرحبا أم صخر. أهلين وسهلين بأم فهمي. قلتي حالي لما ممكن ما تمرق لعندي على الحمام أم فهمي. يا ستي رجعت من زيارة أختي الكبيرة بالصالحية، قلت لأمرق لعندك واشرب لي كاسة شاي. يا ميت أهلين وسهلين. يا بنات جيبوا لنا الشاي لهون. صحيح نسيت بارك لك على المخترة يا أختي، لابقت لكم لابستكم لبس آخذك اسمكم، ألف مبروك إن شاء الله. يا الله يبارك فيك يا حق. والله لو ما كان أبو فهمي طلع مختار كان صار له شيء لا سمح الله، لأنه كان شايله بقلبه حسرة ولي على قامتي. بعيد الشر، بس من كل أهلكم يعني مصدقين إنه يطلع له شيء لحمد العطار من المخترة؟ اتشرشحت المخترة إيش كان هيك؟ إيه بس يلي سمعته إنه اندفع مصاري كتير، بس ما طلع بإيدهم. أما هي سمعة ما مرقت على راسي من قبل. المخترة بالمصاري شي. وأشعر بدني المالي متفق معه، قال يخرب بيته من حاله هالأبو العناتر. أمع دافع له 100 ورقة لحاله. إذا اشتغل عتال هو وقديشه 100 سنة ما حيطلع هال100 ليرة. خلصني. لا سيدي قديشه يمكن يطلعهم. طول بالك حمودي، بسيطة خلص. شو بدك تعمل؟ مالك نصيب بالمخترة، مالك نصيب. شو الشغلة بالزور؟ لا تزعل. تعال. حل عني طيب راسي بالراس حمودي. روح الله بيعوضك بالأحسن بإذن الله.
شو يعني يعوضني بالاحسان؟ يخرب بيته من حاله حظي. على اساس رح اصير رئيس بلديه. شو ها؟ رئيس بلديه. صار وحياة عينك صار يا حمودي، بالدفع كله بيصير. انا بعرف واحد ايده واصله كتير وما حدا بيعرف لوين واصله، وهذا اذا بتحب يسويك مو بس رئيس بلديه، لا رئيس انجليزيا اذا بتحب. انت بس ادفع واشر. وشايف هي رئيس البلديه لك انت خصنص. يا بتلبق يا ما بتلبق، يا بتلبق يا ما بتلبق. لا رح تلبق هالمره. بلل يا حمود بلل. إيه لا أخي لا ما بدي إياها تلبق بالمرة. كيس المصاري بعمري ما حافتحه إلا للشديد القوي. يخرب بيته، فكني فك بدعكة هالمخترة. ايه والله يا ام فهمي بدنا نطلع سيران على الربوة وناخذ معنا أكلة كبة مشوية. تتذكري سنة الماضية لما طلعنا هالمشوار قديش انبسطنا؟ قال قعدوا الرجال لحال والنسوان لحال. إيه كان يوم من العمر بيتطرق لا تقليلي. إيه ما في أحلى من هوا الربوة النظيف يلي حامل معه ريحة الياسمين ومية بردة اللي عم تخدق خدق بهالنهر. إيه والله بيشفوا العليل. ايه لما تجوزنا أنا وأبو صخر كان ياخدني كل يوم جمعة لهنيك. بعدين الله وكيلك صار يقلل مروة، يعني يا دوب كل شهرين مرة. إيه لكان صايرين عم يطلعوا رجال لحالهم المحورقين، بياخدوا معهم هالأراجيل وهالحلويات وبيعدوا على كتف النهر وعلى لعب ورق وطاولة للمسا. معناتها نحن النسوان كمان لازم نتسيران لحالنا. ام فهمي شو ناقصنا دخلك؟ ما حدا احسن من حدا. نحن كمان ناقصنا شوية شم هوا. اي والله معك حق. وينك ام صخر؟ رتبي طلعة مع نسوان الحارة ونطلع ناخد اكلنا وشربنا ومنقعد على كتف هالنهر وعلى كبة نية وتبولة ومشاوي. دخيلك لا تقوليها، ريحتها صارت بمناخيري. علمتي رحت لبيت ابو عارف ودقيت عليهم الباب. بالاول ما حدا فتح لي، بعد شوي فتحوا لي اولاده. سالت عن ام عارف قالوا لي انها عم تطلع وابو عارف رح يجيب ام تيسير الداي. عم تطلع؟ قل هو الله احد. ليش امتى لحقت تحمل حتى تطلع؟ ومرته الثانية وينها؟ ما تروح هي تنادي لام تيسير؟ قال زايره عند اهلها من اسبوع. قومي ام فهمي خلينا نطمن عليها. خطاي قاعده لحالها بالبيت بين هالولاد. روحي رجعي على شغلك انت تقبريني. يا نشميه. هي معلمتي اموريني. ديري بالك على الحمام بغيابنا. واصله انا وام فهمي مشوار بدنا نطمن على ام عارف. ايش بيها ام عارف صاير عليها؟ على الحبله حبيبتي وعم تطلق كمان. حبله؟ شلون حبله؟ ما صار لها كم شهر ولدانه. لو ارنبه مو هيشر. يا نشميه يلا جايه. ها شو تريدين؟ شو صار بابتهال؟ هسه تفوت اللي عندها. انا اقول اذا ما تلعبين احسن لك. صار لك 5 مرات خسرانه وما كان يجيش البنج. عبان حبيبتي الفاين حظوا حتى كلابها لتعضوا. نشميه يا نشميه. اهلين نفوسي شلونك؟ يا العين حبيبه قلبي. ها وين كنتي؟ رحت لعند ام تيسير على البيت، دقيت عليها الباب ما حدا رد علي. قمت قلت لحالي يمكن سابقتني على الحمام بدون ما تقلي. إذا الله ما كذبني راحت على بيت أبو عارف الأميمي. عبان سمعت لك إنه مرته عم تتضنى. عم تتضنى؟ شو يعني عم تتضنى؟ يعني بالشامي عم تولد. عم تولد؟ خزيت العين حولها، هي ما لها شاطرة إلا ببظلولاد، بتحمل السبت بتولد الأحد. لك دخلك؟ وين أم صخر؟ مالي شايفتها. معلمتي وأم فهمي راحوا لعند أم عارف عشان يطمنون عليها. راحوا لعند أم عارف؟ يلا وأنا لحقتهم حبيبة قلبي، منه بشوف ام تيسير وبطمن على اللي عم تتضنضن. يلا خاطرك. الله معك نفوت. بدي قشر رمان مطحون وزنجبيل وشوية نعناع أخضر. ايوه اللي بدك خلطة نفس وريح بدني. كأنه في حرمة من نسوانك اليوم ولدت. ايه والله وجاني بدري. ايوه غير باب عزك ان شاء الله. كم ولا صار عندها؟ 14. والله يبعث رزقتهم يا رب. البركة حلوين الاولاد ما هيك يبعث لك قتلك الهي. لك حلوين بس عم بركض من كثرتهم ما عم لحق. لك الله وكيلك ما عم بعرف واحد من الثاني. لك عارف نادي له محمود ومحمود بنادي له حسن وحسن عم نادي له خلدون وخليها لله. ما بيأثر سيدي ما بيأثر. علم كل واحد منهم بالشريطة واكتب على الشريطة اسم الولد وهيك ما بتعود بتخربط بنوف. هذا هو سيدي هيك.
وتحط معلقة صغيرة بكاسة مي سخنة مشي وشوية سكر وتخبرهم 99 يوم 3 ساعات وبتعطي الحرمة 3 مرات باليوم. شو هو؟ 3 مرات باليوم. ايوه. شو هو؟ 3 مرات باليوم. ايوه. شو هو؟ لك 3 مرات باليوم. جار الرضا هون، كيفك يا بيه؟ اهلين خرطوش. يا مرحبا. ما باركت له؟ لا جودي بارك له. اي والله اجاني بدري. اجا بدري وانشرح صدري، يا الف مبروك ان شاء الله، يعني صاروا 14 اكتمل القطيع. ايه بدها قلت لك موسي وبدها حلوان كمان. في حلوان ما في حلوان، في حلوان ما في حلوان، في حلوان كل مره. بلل يا عيني بلل. خلاص هلا بودي الخلطه للمره وبرجع بجيب لكم صفة بقلاوه. وين بدك تروح؟ بتخلي الخلطه هون عند حموده وتروح تجيب البقلاوه وبتجي فورا، وبعدين بترجع بتاخذون. يلا ليش واقف مثل المستاجر؟ حرك درمل. شو قلت لي سمالها بدري؟ ما شاء الله يا على قطاط وشو كربوش لكم بيتاكل اكل. انت بشر صار عم عارف ولدت وجابت صبي ما شاء الله، يخزي العين حوله وحواليه مثل فلقة القمر. مبروك. الله يخلي لها يا ما تعذبت بولادته. لك ما قلت لكم ام عارف ما في اسهل شيء عندها بالدنيا الا الحبل والولاده. ها ما قلت لي وين ام تيسير؟ اشوف ما جت معاك. الله يصلحها، ابصر شو صاير معها، لك طلع الولد على وش الدنيا وهي لسه ما بينت. يا جماعه انا غلي قلبي على ام تيسيرها، ما في بالعاده تطلع من البيت ما تقلي يا ترى وين غاطه هالغطاء. لك شو بدنا ام فوزي الغايب عذره معه. ايه معك حق ام فهمي، الغايب عذره معه. تعالوا نشرب الشاي، بركدا بتكون اجت. يا نسمة شاي يا نسمة. رمشة عيني معلمتي. لا تنسي تحسبين حسابي. تكرم عينك يا مشتاق. الشيخ حلمي شيخ العطارين. ايوه شيخ العطارين. شو حزير شو عطاك؟ شو عطاني؟ لا تسلب عليها. شو ما عطاني شيء. لك شبك انبعثت في شوكه بتنخزه يا لص. عطاك عمره. لا بلا لا حول ولا قوة الا بالله. اي والله بشرفي زعلتني. واضح. الله يرحمه ويحسن اليه. واذا بدك تاخذ تاجر يعني وتطلع بجنازته يوم بعد صلاة العصر. إيه لك عمي بدنا نآجر. إيه لكن يا منظوم بتجيب لي هيك خبر وبتقلي في أخبار جديدة بتنفعك. اللهم لا شماتة بالموت، بس هالخبر حلو مشانك حمودة. يعني هي حال الدنيا، واحد بيقوم وواحد بيقعد محله. شلون؟ شو قصدك؟ يعني شيخ العطارين مات عقبالك ما تقعد محلك يا شيخ العطارين، وخاصة انه الحجي ما عنده اولاد صبيان. شو انا؟ ايه مبلا ما عنده غير البنات. بزماني طلبت واحدة من بناته قام ما عطاني، عطاها لواحد باكستاني مدري شيشاني يبعث له قتله إلهي وسافرت معه. بيقولوا انه بلعوا الحوت. وانا سمعت انه اكل الغول. حاصله بعد وفاة المرحوم مين رح يصير محله الشيخ العطارين؟ ايه والله جبته لك خرطوش يحرز دينك يبعث لك قتلك وفتلك إلهي على هالأفكار. من اين بتجيبها انت؟ أنا منذ نعومة أصفاري من هون بتجي أفكاري. الله يجعله ناعما يا أم نجيب. الله ينعم عليك يا رب. بالنسبة لحسابك عند معلمتي أم صخر. يلا نعيما ام نجيب. الله ينعم عليكي ويرحم والدينا ووالديك يا رب. ان شاء الله حمام الهنا يا حق. الله يهنيكي بعمرك يا رب. حبيبتي شو طلع الحساب علي؟ شو اخذتي من عنا ام نجيب؟ صابونه وترابه حلبيه. معنات الوفا شي 3 ليرة ونص. هي ليرتين، خلي الباقي للبنات وزعيهم، ويا هيك حمام يا بلا خاطركم. الله معك معوضين ان شاء الله. أكابر هي ام نجيب لا تقولوا لي غير شكل مو بعينها بنوب. والله مظبوط، إلا تم ياكل ما لا تم يحكي، بعدين كافي الناس خيره وشره. تفضلي خالتي امتى يصير نور الحمام والله. منور بوجودكم حبيبتي. عوافي يا جماعه. اهلين ام تيسير. الله لا كان جاب الغلا. وين كنتي يا منظومه؟ لا غلي قلبنا عليك يا الله يصلحك، من الصبح مالك اثر ما ضل حدا ما سال عنك. لك استنوا علي لاخذ نفس، هي جيتي من السنجق ده. ايه
هيك سنين عم تستني هاللحظة يا ابتهال، إنه تنطلق إيدك ويجي نصيبك. إيه بس بحياتي ما تخيلت هيك يكون. هلأ هو ما بو شي، بس أنا بحلم بشب طويل عريض وإله هيبة يعني. إيه هذا خرطوش ما بيعبي العين بنوم. يوه رح أقصلك قصة بعمرها ما سويتها لحدا، لا صارت ولا رح تصير. اسمها دنا بالجاجة. عرس حماتي. عرس حماتي؟ ايه حماتي ام وليد، هلا كنا بزياره ببيت العريس. يوه وكمان اسمعوا للحكي، ولك حماتك عمرها فوق ال70 سنة. ايه والعريس بحيطان ال80 وتاجر كبير بالدرويشية. ليكون تاجر القماش فارس بيك. هو بذاته. ابو تيسير كان عنده بالسوق من يومين عم ينقل له نقله على الطنبر للشيخ محدين، قام سأله فارس بيك على عروس، مع انه مرته ما صار لها زمان ميته. يبعت له الهنا، لسه ماني شفت راب مرته بده يطق جوازه ثانيه. حاصله الحاصله ابو تيسير مزح معه، قال له في امي فارس بيك بتاخدها؟ قال له بدي اشوفها. والشوفه لا انا حرام ولا عين. مزبوط معك حق. اولت امبارح اجا شافها وعجبته وعينا الليله العرس وكتب الكتاب. اي بليكي بحمة تحمك وتسمك وتعدمك امك، كل هالشي صاير وما بتعطيني خبر. ها لا تزعلي مني ام فوزي، ما كان فيني خبرك قبل ما تزبط الشغله. يبعت لك الهنا يا ام تيسير، كل هالقد فرحانه بجوازة حماتي؟ اي والله لا ارقص لها للصبح. اي من فرحتي بدي اعمل لها حفله حنه هون بالحمام، ومشان هيك عزمت لها نسوان الحاره وحده وخص نص زهريه خانو، وكمان عازمه زهريه خانو. ولو تشوفوها لما دريت انه فارس بيك رح يتجوز حماتي، بظ عيونها بظ وصفر وشها وكانت رح توقع من طولها. ليش دخلت؟ هي شو دخلها؟ مين ما تجوزت ام وليد تتجوز؟ لا دخلها حبيبتي، لأنه زهرية خانم حسودة وما بتحب حدا يكون أحسن منها، ولأنه فارس بيك أغنى من وجيه بيك جوزها وهو معروف بكل الشام. يا ستي ألف مبروك، الله يوفق لنصفق. الله يبارك فيكي يا أم صخر. أم فوزي. نعم. بتروحي معي؟ اليوم بدي أروح معك دخلة عالسوق، بدي انزل اشتري ابقاب وكندره وقميص نوم لحماتي، وبدي امر لعند حمدي العطار وصي على الحنه. حماتك لك الله يحمي لك اياها بالتنور. قومي يلا بنمشي. ام صخر لا تنسي اليوم الساعة 4 حفلة الحنة عندك. ها بدنا نعمل حفلة مطنطنة. لا مالي نسيانة تقبريني، لا تهكلي هم. يلا لك ام فوزي، خلينا نمشي نحن. يلا خاطركم يا جماعة. مع السلامة. الله معكم. أما هي سمح، بحياة عمري ما حضرت عرس وحدة قطعة ال70، بس ستي الله يسعدها ويبعدها من درب ام تيسير. يبعت لها لام تيسير. لا وشو طاير عقلها بجوازة حماتها؟ تقولي قفة هم وقاعدة على قلبها، بس لا تقلي لي حماتها ام وليد صعبة كتير، بتقعد بالبيت مثل الفرعون، أرجلتها جنبها وبتبلش تتأمر على ابن ابو تيسير وعلى ام تيسير وعلى اولادهم كمان. لا ومو بس هيك ونقوزة. الله يكون بعونك يا فارس بيك على هالآخرة. شحني أبو صخر. شو؟ قال بعتي وراي خير في شيء؟ اليوم يمكن نتأخر تسكيرة الحمام. ايه وليش عم تضحكي؟ شنو عنا حفلة حنة العروس، ولو تعرف مين هي العروس. ايوه هاتي لشوف مين هي العروس. ام وليد، امه لابو تيسير ما غيره. شي امه لابو تيسير العربجي؟ لك هي حرمه كبيره. كبيره لما صغيره، اجا نصيبها وبدها تتسهل. ولو تعرف لمين. هاتي لشوف مين العريس. لفارس بيك الامين، تاجر القماش الكبير اللي بالدرويشيه. ايوه يعني يا لك يا ابو تيسير، دخليك. وهي الحفله لامتى بدها تضل؟ يعني بدك تقول حوالي الساعة 7 رح يجيبوا العريس بعراضة، وبيفوت هو والشيخ والشهود لجوا على الحمام، بيكتبوا هالكتاب وبياخد عروسته وبيتسهلوا. ايه لكن نحن بنجي مع العراضة. وينك؟ بس يفوت العريس والشهود خلي الحريم يتستروا بالوسطاني. ابن عمي ما بدي توصاي، لا توصي حريص.
صحيح، تذكرت شغلة بخصوص هذا الشغيل الجديد اللي عندك. هذا خرطوش؟ هو بذاته، هذا يا سيدي ملا انت شفته بالصدفة من قيمة يومين 3 وين عند حمدي العطار، وفاتحني بموضوع ابتهال. شكله رايدة بقى، ايش كان يعني فاتحك بالسيرة؟ طمنه، قل له البنت بدها موافقة. خير. غفرتك مسرتك يا سخيان ولي. شوفي لك شو عم تعمل هون؟ شوف عمي ما عملت شيء. متخبي عن ابو صخر؟ ما فشرت اليوم مثلك متخبي. ايه ماشي راح اخبره. دقيقة الله يوفقك. كل القصة وما هنالك انه معلمتي ام صخر طلبت مني طلب وترجتني رجاء اني راقب لها ابو صخر، شنو شاكة انه متجوز عليها. ايوه هلا فهمت ايه بالعامة شو بيعملها نفسه خضرة هذا بصخر. خضرة بدخيل عينك، خليني انا اروح راقبه، ما بدي اياه يغيب عن عيني، وانت ما تتدخل باللي مالك فيه. إيه لا ما هتدخل بس راح اخبره. لا حمودة بدك تتدخل ما بتتدخل. لا راح اتدخل هالمرة. بالليل يا عيني بالليل، يا ريت تتدخل على دكانتك. روح عوض. زهرية خانم منور الحمام والله. منور بوجودك. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين زهرية خانم. يا ميت اهلين وسهلين ومرحبتين بضي العين زهرية خانم. عاش مين شافك يا اكابر؟ وين هالغطاء؟ بين الايادي ام صخر. شلونكم يا جماعة؟ الحمد لله. شو لسه ما شرفت العروس؟ مين قصدك زهرية خانم؟ على ام وليد، حماتها لام تيسير يلي بدها تتجوز بعد ما قطعت 70. قال يلي استحوا ماتوا. شوفي يا طالما القصة بالحلال، بعدين الجواز ما له عمر. تقبريني ما له عمر، بس الشغلة عرفوا تقاليد، وإذا بتقولوا لي إنه ما تفاجأتوا بهالخبر بدي أزعل منكم. ها لا يعني هو تراشت انه ما تفاجأنا، لا تفاجأنا، بس يا اختي كل واحد حر بحاله، واذا العريس موافق والعروس موافقه ليش لا؟ الله ييسر لهم. ولك انا بدي افهم شلون دبرت هيك عريس؟ لو ما كان العريس اعمى وما بيشوف ما كان قبل فيها. يوه وانت ليش متضايقه زهرية خانم؟ ايه انت متجوزه وعين الله عليكي، ليش حاسدتيها للمخلوقه؟ هلا يا جماعة قيمونا من هالسيرة. دخلك شلون نوارة هي اللي اجت معك هديك المرة؟ مين نوارة؟ يو نوارة البصارة اللي بتقرب الكف شبنا. يقصف بقى المقصوفة الرقبة. كنت موعودة تيجي لعندي امبارح وما اجت، يمكن مشغولة. بتعرفوا انتم نوارة كتير شاطرة بقراية الكف وفتح الفنجان. تعلمي هذا الكار من 6. ويا ترى شو قالت لك عنا زهرية خانم لما اجت معك هديك المرة على الحمام؟ بصرت لك وعرفت مين فينا اللي بتحبك من صماصيم قلبها ومين اللي بتكرهك؟ شو رأيك مفهمين؟ والله ما بعرف. وانتي مسخر شو رأيك؟ كمان ما بعرف. كل شي بأوانه حلو. لكن هالختيارة يجيها عريس وانا وياكي قاعدين مثل قفة الهم ما يجينا حدا، شلون يعني ما عم تزبط معي؟ رفيقة شو؟ أنا إجا نصيبي اليوم. لا إن شاء الله. ألف مبروك. احكي لي. أجير بالحمام. أجير حمام؟ هل هذا اللي طلع معك آخر شيء؟ أجير بالحمام؟ لكن أم وليد الختيارة تتجوز واحد غني ومعه مصاري وأنت آخر شيء أجير بالحمام. وإذا كان فقير يعني؟ الفقر مو عيب، أنا بعيش معه على الخبزة والبصلة. المهم إنه يكون آدمي وبيحبني وبيخاف علي وابن حلال وبيخاف الله فيكي. الله يبعث لك اللي فيه الخير. آمين. هلا تنطح هلا تتعب
عبد الفلا، هلا والله بزهرية خانم، وجهك ولا ضوء القمر؟ تبريني هذا وشي لأنه ضوء القمر كل يوم بتشوفين. عن جد دمك خفيف يا زهرية خانم. شو صار مع البنات جوا؟ كل شي جاهز؟ والله الله وكيل قاعد استنى هالعروس مشتاق. عروس؟ أنا بدي فنجان قهوة سادة لأنه راسي عم يفج علي فج. سلامة راسك زهرية خانم، تشكلي سياحة نشمية. وصلنا على فنجان قهوة سادة لزهرية خانم لبين ما تجي العروس على الحارة. تكرم عينك قربانك انت زهرية خانم. هلا ام وليد عروس. لا تذكريني ام صخر بنوب، لا تذكريني نهائيا. ها لا وفوق منها ام تيسير عملت لها حنة عروس بنت 20 يا دوبي نعمل لها نقشة وحنة كمان. الحنة لحتى تغطي لها الشيبات اللي براسها. ولك يا قمر اللي خلقك شو بتفهميه على الطاير. جمال ما بيشوف حردبته، بيشوف شو أكلت مرته. هلا انت برايك انه كل هدول اللي قاعدين برا متجوزين الرجال اللي بخاطرهم؟ لك انا اكتشفت مع الزمن بانه الجواز اسمه ونصيب. تعي احكي لك هالقصه يا ستي. هاتي لنشوف. في شاب صار له رايح جاي من تحت بيتنا شي 3 سنين. ايه بياخذ العقل، كل بنات الحاره قاتلين حالهم عليه. ايوه. مين تجوز اخر شيء؟ مين تجوز؟ ابشع وحده بالحاره. يوه قولي لي ليش؟ ليش؟ لانه معها مصاري وبنت حسب ونسب. ايوه يعني هلا خرطوش نصيبي معناته. امشي نطلع نشوف العروس. يسعد صباحك يا رمان مليسي. يلي قطفتك من البستان على كيسي. وإن قدر الله وجلست مجاليسي. اكتب كتابك وحط الناد من كيسي. يا ست ويا بنت ويا وردة على الشجرة. ويا بنت الأكابر وترباية الأمراء. لو قدموا له بدالك من 100 لل10 ما بياخد غيرك ولا له بيه حدا نظرة. أوها يا أهل العروس يلي ما بعرف أساميكن. اسمكن محفور بقلبي ريتو ربي يهنيكن. نجيب بنا من حلب يبني علاليكن. محفور على ابوابكن رب السما يهنيكن. هلا كل هالطنة والرنة مشان ام وليد منيح ما كانت عروس بال16. شو كانوا يعملوا لك؟ كنت ام تيسير مواطي فرحت لحدا حالفة يمين الا تعمل لها حفلة مطمطمة. تبشيني هي ما صدقت ايمت تخلص منها. لك الله يهنيهم. تلحق تتهنى تقفشيني، انا خايفة يغطى على قلبها قبل ليلة الدخلة. دخيلك زهرية خانم، نحن شو دخلنا؟ الله يهنيهم. لك شبي صرتي لي كتفي بليكي بقتلك. لو كان عرس بنتك ما بتفرحي الفرحة شو صار لها هيك؟ خيا انفوزي هم راح عن قلبي. صحيح يا جماعة، ما بدكم سمعونا شي غنية؟ ايه والله ايه والله. يلا يلا نسمع هاتي الدربكة أول. يلا
حفلة لوحدة قد ستي. وشوفي على هالنصيب اللي اجاها بعد هالعمر، العريس ميسور وحالته فوق الريق، يعني لو اجى لبنتي اللي عمرها 14 سنة ما بقول لا. الناس بتاكل رمان وناس بتنام على الكتان. يا سلام، سفي وانبسطي. تيسير حط ايديك ورجليك بمي باردة، لا تاكل هم بتاتا. انا مصير عم صخر تدير بالها على الوالدة وتعمل لها حنة مرتبة. الله يخلينا اياك يا تاج راسي، شنو لانه انت رجال، بس انا بعد اذنك مو هذا قصدي. خير؟ العريس يا سيدي له طلب غريب عجيب وطلبه مني شخصيا. تفضل، شو هو الطلب؟ هذا يا سيدي العريس بده عراضه شاميه مرتبه. شنو لانه اولاده مو جايين ولا بدهم يحتفلوا معه ولا بدهم يفرحوا فيه، لانه ابنه الاولاني اعطاك عمره من 10 سنين، وابنه الثاني مشلول الله يعافيه، وابنه الثالث بطل ما بيقدر يمشي من هون لهنيك، واحفاده قال جد مهستن وما بيعرف شو عم يساوي، لذلك العريس جاي لحاله. ولا يهمك، هذا فارس بيك رح نعمل له احلى عراضه بالشام كلها. يتهنى عريس الزين، يتهنى ويتهنى عريس الزين، بالليل يا عيني بالليل، ولعيونك احلى عراضه بالشام كلها يا عمي. اهلين اهلين. ايه اصبح انا رايح اشوف الشيخ حسني بالجامع، شنو لانه مشان كتب الكتاب. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك ابو تيسير، بالليل يا عيني بالليل. خلفوش فردة نقطة بحرك، ابو ضايق كثير وقاسي كثير ومالي قدك. امور ام صخر حاكتني على موضوع ابتهال، يعني حسن الاختيار والله ما في منك بالاختيار، لانه هاي البنت ما في منها ادميه، وبعدين بتشتغل ماشطه وكل نسوان الحاره بيعرفوها بيحترموها على شغلها نظيف، وبعدين باعتبارها يتيمه موكلتني الي وانا موافق.